طيب انتوا عندكم في صال انا سمعت ان في حاجه اسمها سوبر فيس تكنيك. واللي فهمته ان انت بتستخدمي اكتر من حاجه في التكنيك ده، ممكن تشرحي لي؟ اول حاجه I want to thank my mentor دكتور ريم، هي اللي عملت التكنيك ده في منصال. ان احنا we mixed the first the second two groups اللي احنا we mixed the skin boosters مع ابر التحفيزيه البايو ستيميليترز. بنحقن الاثنين دول مع بعض عشان ناخد الحلاوه بتاعت الاثنين. حضرتك بتقولي بتحقنيهم مع بعض، يعني بتخلطيهم الاول تحقنيهم ولا بتحقني واحده ورا الثانيه؟ بنميكس الاثنين، ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده على حسب مشكله البيشنت ايه. بس موست اوف ذا تايم بنخلط الاثنين مع بعض عشان ما نضطرش نخفف البايو ستيميليترز. البايو ستيميليترز عامه بتبقى شبه الباودر، ساعات بنضطر نخففها، بدل ما نخففها بميه بنخففها زي الصوره دي كده يا دكتور، صح؟ عملت ايه هنا؟ الصور دي كلها البيشنتس دي ما اتحطتلهاش ولا نقطه فيلر. ولو اخدتوا بالكم من الصور ان شايفين الحته اللي عندها عند دقنها اكزاكتلي اتحسنت جدا ككواليتي اوف جلد. مفيش اي فيلرز يقدر يعمل كده. صحيح. غير ان احنا وي هاف تو ستيميليت ان احنا نحفز الجلد شخصيا. ودي بنت صغيره كنا محتاجين بس ندوب شويه من الفات وان احنا نلفت هير فيس لفوق. كانت بتعمل سليف وكنا في بروسيس ان هي تخس. خست كتير اكزاكتلي. وكنا بنخس تاني بس كان عندها حته شويه مش بتعرف تخسسها كويس. ودي دي كانت جيم تشينجر بالنسبه لها. السوبر فيس ما حققتش ولا فيلرز خالص. احنا بس عملنا بيلينج مع السوبر فيس وشايفين قد ايه هير فيسز ليفتد ورجع لها الايفكت اوف ذا مانجارو. الناس بتعمل مانجارو اوزامبيك فيس اكزاكتلي. تمام.